بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وأسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. معاكم جد عصام، مكاني عزبة النخل القاهرة، تليفوني 0100 136 7277. اي حد بيتصل بيا انا برد على الكل، ما بسيبش حد ما بردش عليه. النهارده انا هتكلم عن فكرة ايه الارنب الهجين وايه الارنب البيور، لان ناس كتير بتسأل عايزين ارانب بيور، عايزين ارانب ما تكونش هجين، عايزين ارانب سري كولر زي مثلا المنظر ده كده. يا جماعة الارانب في مصر كلها هجين، حتى الارنب اللي انت شايفه ده برضه هجين اللي هو السري كولر. طب امال يا عم عصام نعرف ازاي الفرق بين الهجين والبيور؟ بص، خلينا الاول نتفق على حاجة. اولا في حد في مصر وله قناة مشهورة وهو معروف وبيبيع ارانب بيور اللي هي سري كولر او التايجر اللي زي ده او الحاجات دي، بس بيبيع الارنب بكام؟ خش كده على صفحته وهو راجل محترم مفيش اي كلام عليه، بيبيع الارنب اللي زي ده كده حضرتك سواء ذكر او نتاية ب6000 جنيه. وعشان اكون صادق في كلامي، الاخ اللي بيبيع الارانب البيور دي وهي فعلا بيور، يعني هو جايبها عشان اديله حقه، سافر بره ليبيا الجزائر، سافر اي مكان وجاب معاه الارانب دي وولدت عنده وبيبيع الارانب دي. بيبيع الارنب بكام يا عم عصام؟ بيبيع الارنب اللي زي ده كده ب6000 جنيه. كلامي واضح وصريح. طب مين هو يا عم عصام؟ هكلمك برضو بامانه، انا معرفوش ومفيش بيني وبينه اي حاجة او مشاكل او اي حاجة، ولكن انا حبيت اوضح لك نقطة. هو اسمه علي محمدين، خش على اليوتيوب واكتب قناة ارانب علي محمدين هيظهر لك، اسأله بكام الارنب، هيقول لك الارنب سواء نتاية او ذكر ب6000 جنيه. طب الارنب ده يا عم علي وزنه قد ايه؟ وزنه بتراوح بين 4 و5 كيلو. طب هو بيولد لي 20 ارنب ولا بيولد ارانب بتقول بابا وماما ولا بيولد من غير ما يتلقح؟ لا، ده زيه زي الارانب التانية، والاوزان هي 4 كيلو او 5 كيلو. طيب اللي هي الارانب البيور اللي شبه دي كده اللي بيقولوا عليها سري كولر، او يقول لك البيبيون اللي زي دي. خد بالك من كلام، انا واضح وما بحاربش حد في رزقه، ولكن انا بحاول ان انا اوضح نقطة مهمة. هو انت حضرتك اللي بتشتري الارنب ابو 6000 جنيه اللي وزنه بين 4 كيلو و5 كيلو هتعمل بيه ايه؟ انت مشتري جدي ولا خروف؟ هيولد لك نفس الولدة، هيديك نفس الالوان، الفروة بتاعته ناعمة، الفروة بتاعته مش ناعمة، كده كده انت حضرتك هتذبح الارنب يا هتبيعه للفرارجي، انت مش هتصدر ارنب. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك هتصدر الفرو وبالدولار والكلام ده ما يرضيش ربنا. طب انت بتدفع 6000 جنيه ليه في الارنب؟ اصلا انا نفسي في ارنب بيور.
طب هو وزنه ايه؟ 4 كيلو او 5 كيلو. طب ما الارانب دي كلها اللي انت شايفها وزنها بين ال4 كيلو وال5 كيلو. اتفرج كده، دي معديه ال5 كيلو. هي دي الارانب. يبقى الارانب كلها عندنا في مصر يا جماعه ارانب هجين. يعني ايه هجين يا عم عصام؟ يعني بتجيب لك كل الالوانات. بص كده، ده بيبيون رمادي، نتاية بيبيون رمادي. بص جايبه لي الوان قد ايه، انت شايف؟ وفي الاول وفي الاخر بتكبر، وفي خلال شهرين بتبقى وزنها 2 كيلو اهي. ادي الارانب كل دي هجين. بص دي جايبه ايه اهو، هاي بلس، وجايبه لي شبه الام، وجايبه لي اي ارنب تايجر، وجايبه لي الثري كولر اهو اهو، ثري كولر وهاي بلس. طب الارنبه دي ما هي دي بيضه نوعها كاليفورنيا. بص جايبه ايه، اتفرج اهي، ادي خلفتها. بص جايبه ايه. هو ده المقصود يا جماعه بكلمه الهجين والبيور. فانت ما حدش يضحك عليك ويقول لك هتاخد ارنب بيور وهتعمل وهتسوي. لا، الارنب في الاول وفي الاخر احنا هنستخدمه في ايه. طب انا هقول لك على حاجه، واتحدى واحد يقول لي الكلام ده، يا عم هات الارنب البيور ده ابو 6000 جنيه وخليه يخلف عندك، وهيطلع لك مثلا خلفه زي دي اهي. كل دي خلفه طالعه عندي هجين، وخلي الارنب البيور ده يولد، وبعد ما تكبرهم اعرضه مش ب6000 زي ما انت اشتريته، لا انا عايزك تعرضه ب2000 جنيه. والله ما حد هيشتري منك، وانا عارف انا بقول ايه. محدش هيشتري منك، لان في الاول وفي الاخر يا جماعه ده ارنب. بص كده، ادي بص جايبه الوان ايه. اهم حاجه يا جماعه في الارنب عشان محدش يضحك عليك، ازاي تشتري ارنب بالمواصفات دي. ازاي تشتري ارنب يكون المناعه بتاعته عاليه، يكون الوزن بتاعه كويس، يكون العوامل الوراثيه بتاعته كويسه. هو ده اللي انا مطلوب مني في الارانب. انما عشان تروح تجيب ارنب بيور هتستفاد منه ايه؟ معلش يعني. النهارده واحد هيقول لي يا عم عصام، طب ما هو في حد غاوي حصنه او غاوي لا مؤاخذه كلاب وبيجيب الحصان او الكلب. في حصان بيوصل 3 مليون جنيه، وفي حصان الكلب بيوصل 100,000 جنيه والكلام ده. هقول لك ماشي انا معاك، بس عددهم ايه؟ يتعدوا على الصوابع، وهم مجموعة مع بعض بيتعاملوا مع بعض، خد بالك. ولكن في الارانب انت عايز ارنب زي ده عمر شهرين اهو، هتبيعه يا هتاكله. غير كده يبقى هقول لك خدعوك وقالوا لك ان الارانب بيور. اتمنى ان انا اكون فدتك في الفيديو، عرفتك ان الارانب بتجيب جميع الالوان، ومفيش حاجه اسمها بيور وحاجه اسمها ارنب هجين والكلام الفارغ ده كله. كلها في الاول وفي الاخر بتندرج تحت اسم الارنب اللي احنا بنربيه عشان نبيعه او عشان ناكله. لو عجبك الفيديو ده يا ريت تشيره، يا ريت تعمل لايك، يا ريت تقول لي رايك بدون تجريح. انا ذكرت اسم الاخ علي محمدين عشان هو اللي بيبيع الارانب البيور دي، وذكرت ان هو بيبيعها ب6000 جنيه. اللي عايز يشتري يشتري، بس في الاول وفي الاخر قبل ما تشتري اسال نفسك السؤال ده، هو الارانب دي هتخلف لي 20؟
هي الارانب دي هتتكلم لغات، هتنونو بدل ما بتطلع صوت ارانب، ولا هتهوهو؟ كلها ارانب. لكم حبي وتحياتي ودوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.